السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير دايما باذن الله. النهارده هنعمل بقى كحك العيد، حكايه دايب دوب رهيب. ما اقولكيش قد ايه هي متماسكه. انا هوريلك قد ايه هو ناعمه، بسم الله ما شاء الله، حاجه كده دايبه بتتفرول معايا. مفيش انعم والذ من كده، فعلا كحك ناعم، هو ناعم. إن شاء الله بإذن الله هنعمله بالمنقاش، هننقشه بطريقة سهلة أوي وبسيطة. إزاي بيطلع معاكِ دايب وبالطريقة دي بالمقادير. خليكِ معايا بس ما تنسيش لايك وشير وسبسكرايب وتفعّلي الجرس عشان يوصلنا كل جديد. أنا معايا هنا كيلو دقيق، الدقيق منخول وممكن تستخدمي أي دقيق يعني للمخبوزات المتوفرة عندِك. معايا هنا معلقتين سمسم بس. معايا هنا كوباية أنا جبتها حطيت فيها معلقة خميرة فورية، وهاحط فيها 4 معالق سكر. سكر عادي اللي هو خشن، مش لازم يكون ناعم، عشان خاطر إن أنا لازم الخطوة دي مهمة أوي عشان خاطر أختبر الخميرة وأشوف قد إيه هي كويسة والّا لأ، عشان تتفاعل معايا وتجيب لي نتيجة كويسة. أنا هاقلّبها كويس أوي زي ما أنتِ شايفة، وبعد كده أنا هاغطّيها وتبقى كده جاهزة معايا. أسيبها لغاية لمّا أكمّل الخطوات اللي أنا هاعملها، بتبقى بدأت عملت وِش. لمّا تبقى عملت وِش تبقى الخميرة ناجحة جدًا وكويسة وهاستخدمها على طول. لقيتيها مش عاملة وِش، يبقى لازم بدل ما تبوّظي العجين بتاعِك تجرّبي خميرة غيرها، وتعمليها بقى على طول وتعملي المكونات بتاعتِك وتبدئي تعجني. زي ما أنتِ شايفة أنا كده قلّبتها خلاص. المَيّة عادية من الحنفية، مش دافية أو أي حاجة ولا سخنة، مَيّة عادية خالص من الحنفية. باقلّبها كويس أوي عشان خاطر السكر يختلط مع الخميرة مع المَيّة، وبقى هاغطّيها. أنا دلوقتي هاورّي لِك بقى يعني إحنا هنعمل إيه في الدقيق اللي معايا. أنا جايباه هو كيلو دقيق بس، يعني مش جايبة أكتر من كده. ممكن تضاعفي الكمية وتضاعفي المكونات اللي هاقول لِك عليها. يعني لو عايزة تعملي أكتر من كده، كل كمية أنا حطيتها تضاعفيها عشان تطلع معاكِ المقادير كلّها متساوية ويطلع النتيجة كويسة جدًا. أنا جايبة هنا معلقتين سمسم بس، سمسم محمّص. لو سمسم أبيض أنتِ تحمّصيه على النار عشان خاطر يدّي معاكِ ريحة كويسة وتحطيه. حطيت هنا ريحة كحك. ريحة الكحك ممكن تحطي ريحة الكحك البودرة وممكن تحطي السايلة زي ما بتحبي. أنا هنا حطيت ريحة كحك سايلة بطعم الموز، هي دي الريحة اللي أنا باحبها وبافضّلها. هنا حطيت معلقة ملح صغيّرة. هابدأ أقلّب كده المكونات دي مع بعض كويس أوي. فعلًا طريقة سهلة جدًا، جدًا. في الوقت ده أنا حاطة 3 كوبايات من السمنة، اللي هي المَج بتاع الشاي، على النار بيغلي. شوفي العجين بيعمل إزاي، شوفي فارت إزاي معايا. لازم تكون السمنة سخنة جدًا. أنا حطيت 4 مَجّات كاملين، اللي هي المَج بتاع الشاي اللي هو بودن العادي ده سمنة. والسمنة معايا سخنة. بابدأ أقلّب. لازم تحطيه في حلة stainless أو يعني ما ينفعش تحطيه في حاجة بلاستيك عشان خاطر ما يتأثّرش معاكِ، لإنه ممكن يسيح من السمنة ويتفاعل مع السمنة السخنة. لازم تبقى حاجة stainless أو ألمونيا، والstainless أنضف من الألمونيا. أنا حطيت في الحلة ودلوقتي باقلّب بمعلقة خشب لإنه هو سخن جدًا، ما حدش يقدر يحط إيده فيه. لازم أقلّب كده لغاية لمّا يختلط الدقيق كلّه، وفي نفس الوقت لغاية لمّا يبرد معايا. يعني أنا يعتبر باهوّيه، أنا مش باعجن، أنا باخلطه بس زي ما أنتِ شايفة كده، لغاية لمّا أداري كل الدقيق الموجود. هو كده خلاص جاهز معايا. يعني ما شاء الله أنا قلّبته كويس أوي. هابدأ دلوقتي بقى وهو بِرِد هاشتغل بإيديّا و وأنزّل بقى المقادير الحاجات التانية اللي أنا هانزّلها، وهتشوفي إحنا هنعمل إيه، وإزاي تبقى تاخدي معاكِ أكتر درجة للعجن ومحتاجة قد إيه. ال ال الكحك الناعم ممكن تزوّديه بقى. إحنا دلوقتي هنضيف الخميرة اللي إحنا كنا عاملينها ومجهّزينها. ما شاء الله شايفة عاملة الوِش إزاي. أنا بانزّلها بقى بالمعلقة كويس أوي. أنا كده المَيّة اللي أنا حاطاها في الخميرة ربع كوباية مَيّة، اللي هي كوباية المَيّة اللي هي بتاعة الشاي الطويلة دي، اللي هي بتاعة العصير، هي دي أنا حاطاه بس ربع كوباية. أنا باقلّبها دلوقتي زي ما أنتِ شايفة. ما تحاوليش تعجني الكحك عشان ما يدّيكيش عرق ويدّيكِ نتيجة وِحشة وينشف معاكِ. أنا مجرّد ما بالِم من تحت لفوق زي ما أنتِ شايفة كده. هنبدأ بقى حبّة بحبّة نزوّد السائل بتاعنا. ممكن تعجنيه بلبن وممكن تعجنيه بمَيّة. لو أنتِ عايزة الكحك يقعد معاكِ وقت طويل ويدّيكِ نتيجة أفضل، يبقى الأفضل إن أنتِ تعجنيه بمَيّة. أنا جايبة ما بافضّلش إن أنا أعجنه بلبن. أنا جايبة هنا كوباية مَيّة، اللي هي الكوباية اللي أنا كنت حاطة ربعها مَيّة للخميرة،
ما ينفعش إن أنا أزوّد المَيّة مرّة واحدة، أنا بازوّد حبّة، حبّة، أروح أختبر العجينة معايا وأشوفها هي قد إيه، حلوة والّا لأ بالمنقاش. لقيتها مثلًا اتفتفتت معايا أو دخلت في المنقاش، يبقى هي كده لسه محتاجة مَيّة، فباحط مَيّة تاني، وكل ما أزوّد مَيّة أعمل نفس الطريقة، أختبر العجينة وأشوفها هي محتاجة مَيّة تاني والّا لأ. أول ما تعمليها وتلاقيها مش مشقّقة معاكِ والرسمة بقت ظاهرة جدًا بالمنقاش، يبقى هي كده كويسة أوي. أنا يعتبر بربع المَيّة اللي أنا كوباية المَيّة اللي حطيتها في الخميرة خدت معايا كوباية مَيّة. أنا كده جهّزتها معايا، هاركنها على جنب وأغطّيها ونبدأ في الحشوة بتاعتنا. أنا هنا هاحشيها بملبن، ممكن تحشيه بعجوة، ممكن تحشيه بملبن، ممكن تسيبيه سادة على حسب راحتِك وعلى حسب ما تحبي. أنا حبيت إن أنا حشوة الملبن عشان إحنا بنحبه كده، فأنا جِبت معايا هنا ربع كيلو ملبن، الملبن طري جدًا وطازة، فبدأت إن أنا أقطّعه أحطه كده زي ما أنتِ شايفة. عشان خاطر تهرسي الملبن، معايا هنا معلقتين زيت. هابدأ دلوقتي بقى أعجنه معايا كويس أوي عشان خاطر يدّيني الليونة والطراوة، بحيث إن الملبناية تسيح معايا جوّه الكحكاية ما تنشفش خالص ولا تبقى مجلّدة كده. أنا جِبت الطبق ده عشان أنا لمّا أضبّط الملبن هاحطه فيه، هي المسافة على ما أخلّص الملبن وأجهّزه يبقى معايا العجين جاهز هنشتغل على طول إن شاء الله. أنا دلوقتي زي ما أنتِ شايفة حطيت بس معلقتين زيت أو 3 معالق عشان خاطر المعلقة ما كانتش مليانة كويس أوي، وهابدأ بقى إن أنا أعجنه الملبن بإيديّا. أنا حطيت بس حبّة دهنت الطبق اللي أنا هاحط فيه الملبن عشان خاطر ما يلزقش معايا. زي ما أنتِ شايفة كده بامسّحه بإيديّا، وهابدأ دلوقتي إن أنا أعجن الملبن ده حلو أوي عشان خاطر يتجانس مع بعضه ويفُك كده معايا وأعرف أشكّله على حسب راحتي. زي ما أنتِ شايفة أهوّة باعجنه. الحشوة لو أنتِ حبيتِ تحطّي عجوة برضه بيبقى بنفس الطريقة، باجيب العجوة وأحط لها برضه 3 معالق زيت أو معلقتين زيت مليانين، وأعملها كويس أوي، أهرسها بالطريقة دي وأبدأ أشكّلها. أنا هاعملها عبارة عن دواير، كِوَر، يعني الكورة بحجم يعني البلية أو أزيد شوية، يعني حجم البلية ونُص كده، البلية الصغيّرة اللي بيلعبوا بيها الأطفال دي. أو دايرة صغيّرة، يعني مثلًا زي بيضة الحمام أو حاجة على حسب راحتِك، وهاكوّرها وأحطها بقى في الطبق عشان تبقى جاهزة معايا، عشان لمّا أحط إيديّا في العجين وأشتغل ما ابقاش محتاجة إن أنا أقطّع الملبن. ما ينفعش إن أنا أعمل شوية وأرجع أعمل كده وأقطّع الملبن وأحط. الأفضل إنِّك أنتِ تجهّزي حاجتِك كلّها، خاصةً لمّا تبقي وحدِك كده، عشان خاطر يعني تقتصري من الوقت وتخلّصي نَفْسِك بسرعة تنجزي في أسرع وقت. زي ما أنتِ شايفة كده أنا دلوقتي خلاص جهّزته، هاغسل إيديّا بس وهابدأ بقى إن أنا أكوّره. دلوقتي باورّي لِك الدايرة اللي أنا هاعملها قد إيه. مسحت إيديّا زيت عشان خاطر ما يلزقش معايا، وهاحطها كده هاجهّزها وهاحطها كده، زي ما قُلت لِك بحجم ال البلية، يعني قد البلية ونُص كده، يعني تخينة شوية عن البلية. باكوّر كلّه بالطريقة دي وأحطه عشان خاطر يبقى جاهز معايا، ما يغلّبنيش وأنا باعمل. أنا كده كمّلت كمية الملبن معايا وأدي العجين ما شاء الله كده خلاص اختمر، هو بيقعد حوالي ربع ساعة أو كده، ما باسيبوش أكتر من كده. هتشوفي العجينة بسم الله ما شاء الله قد إيه ملمسها طري وناعمة جدًا. أنا دلوقتي هاجيبه وهاحطه في صاج، الصاج لازم نضيف، ما يبقاش مدهون أي حاجة ولا فيه أي مادة يعني دهنية، عشان خاطر طبعًا الكحك فيه سمنة كتير فمش محتاج ومش هيلزق خالص. زي ما أنتِ شايفة أنا هاورّي لِك تعملي العجينة إزاي. لازم تحاولي إن قطعة العجينة بتاعتِك تبقى بنفس المستوى وبنفس الحجم عشان خاطر يبقى حجم الكحك كُلّه واحد. زي ما أنتِ شايفة أهيّة العجينة باحاول إن أنا أعملها زي بعض. بادخّل صباعي كده في النُص وأكوّر العجينة عليها عشان خاطر أدخّل الملبن فيها، وأقفل عليه كويس جدًا عشان ما يتفتحش منّي في الفرن ويسيح ويبوّظ الصاج ويبوّظ منظر الكحك. أنا حطيتها ودوّرتها زي ما أنتِ شايفة. باضغط عليها بس ما تحاوليش تضغطي عليها أوي، خلّيها برضه مرتفعة شوية وتبدئي بقى بالمنقاش. الطريقة بقى النقش على حسب ما أنتِ تحبّي وعلى حسب ما أنتِ براحتِك. ما باحبش أعمل الكحك بالبصّامة عشان ما بيدّيهوش شكل خالص، بحيث إنِّك أنتِ لو حطيتِ عليه سُكّر بعد كده بيبقى شكله جميل. باعمل 3 مثلًا من الناحية دي و3 من الناحية دي، 3 بالطول و3 بالعرض، أو يعني أو ممكن إن أنا أدوّرها كلّها كده وبعدين أعمل إيه، فيها خطوط زي سمبوكسة كده من فوق. كلّه بالمنقاش.
بطريقة سهلة خالص وبسيطة، ما بتاخدش معايا وقت خالص. باعمل العجينة بنفس الطريقة زي ما أنتِ شايفة، وأكوّرها وأعمل فيها بصباعي كده عشان خاطر إن أنا أدخّل الملبن، وأروح جايباها زي ما أنتِ شايفة، عملت زي نظام حُفرة كده، وأروح حاطة فيها الملبناية أهيّة قدّامِك واضحة، وأقفّل عليها كويس أوي، وأعمل بالطريقة دي. أبدأ ألفّها تاني عشان خاطر الملبن ما يطلعش معايا. هتقولي العجينة طرية، قد إيه هو هيطلع دايب، قد إيه هو هيطلع جميل جدًا. زي ما أنتِ شايفة أنا أهوّة دلوقتي هابدأ أدّي لها نقشة، هي النقشة دي اللي من جميع الاتجاهات عشان خاطر زي ما قُلت لِك، الرسمة دي ذوق وزي ما أنتِ تحبّي، وبالمنقاش بتطلع فعلًا جميلة، حتى لو أنتِ مثلًا عملتيها بأي شكل بتطلع جميلة جدًا أحسن من البصّامة، ما بتبقاش واضحة خالص. بالطريقة دي. أنا هاكمّل كُلّه بالطريقة دي، وهارجع لِك تاني بعد ما أخلّص الكحك كُلّه وأقول لِك إحنا هنعمل فيه إيه. أنا كده خلّصت الكحك، دلوقتي أنا هاسيبه لمّا يخمر معايا شوية أو يرفع، وبعد كده هنسوّيه وهاورّي لِك قد إيه هو استوى، منظره جميل. بسم الله ما شاء الله، أدي الكحك معايا ما شاء الله جميل جدًا، لونه دهبي من فوق ومن تحت، الكحكة مستوية جدًا، قد إيه هو ناعم وجميل بسم الله ما شاء الله، ريحته كانت جايبة لآخر الشارع. فعلًا ده الكحك الناعم الصح اللي أنتِ تعمليه وتبقي جميل أوي، مش هيقعد ولا ياخد وقت. أنا هاورّي لِك قد إيه هو ناعم، شايفة الملبن قد إيه سايح من جوّه، بسم الله ما شاء الله بتتفرك معايا. الكحك جميل وممتاز، وما تنسوش تحطوا لايك وشير وسبسكرايب ونفعّل الجرس عشان يوصلنا جديد. وأشوفكم في باقي مخبوزات العيد، وكل سنة وأنتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.